ابدأ. طبعا انا اسمي عمران، انا حكاي سيوة، بحكي اساطير تاريخ تراث. احنا امازيغ، قبائل امازيغ جايين الى المغرب خصوصا لان لحد الان احنا بنتكلم اللغه الامازيغيه، محتفظين بها لحد الان. بس طبعا سريعا انا هوايتي الحكي، خلاف اني ده شغلي هنا مكاني، في كل مكان هنا ده مكاني، بس غاوي حكايات، بسافر مهرجانات كتير، بسافر مصر وبره مصر كمان كذا مهرجان حضر. القصه بتقول ايه؟ عمران ما زال كوس ماشي، لا ما لقى اخوه هنا يعني في ناس جايين. المهم الامازيغ طبعا عشان احنا فتره طويله انا اللي جبت قاعدين ما لنفسي. فيش حد يعرف عننا اي حاجه، احنا منقطعين عن المجتمع تماما. حافظنا على كل حاجه، حافظنا على التراث، عاداتنا تقاليدنا. على فكره عاداتنا وتقاليدنا زي الصعيد بالضبط، نفس العادات موجوده عندكم موجوده عندنا. اللي عايز يسمع يجي هنا، اللي عايز يسمع يجي هنا. هي اللي مختلف طبعا ايه؟ يا دماغي مختلفه طبعا اللغه الامازيغيه موجوده غير في سيوه بس مش موجوده في مكان ثاني. اما احنا اصولنا طبعا من المغرب ومن الجزائر، يعني معظمنا من المغرب. نسبه الامازيغ كلهم موجودين في شمال افريقيا، 90% من الامازيغ موجودين في شمال افريقيا. بس طبعا استقرينا هنا في الواحة لفترة طويلة، فالاختلاط بقى قريب خالص. أول ما بدأت السياحة تعاملنا مع بشرية، وفي مدارس تكلمنا عربي، يعني قبل كده احنا ما بنتكلموش عربي، أمازيغي بس. هو اصلا العرب يعني الصغيرة في كاميرا. انا عارفه الرحاله اللي هم المهاجرين دول احمد هات كراسي. سنين او فرح. لا مغاربة مغاربة، يعني احنا معظمنا من المغرب. مصر 100% يعني؟ لا 100%. ماشي يا جدعان. يعني هياخدوني امن دوله ولا ايه؟ لو قلت لك نص ونص هيطلع عليك معارف الامن الدولي يجي ياخدوني. نبدا الحكايه؟ يلا يا عم.